أصدقاء، السلام عليكم. اليوم غادي ندوز واحد الموضوع كبير. علاش بعض الناس كيقولوا بأن المغرب ولا كابوس ديال المنتخب الأمريكي؟ واش هاد الكلام معقول؟ غادي نشوفوا المواجهات بين المنتخبين، الأرقام، النتائج، وحتى بعض اللحظات الحاسمة اللي تبين تفوق الأسود على النجوم الأمريكية. بقاو معايا. مثلا غادي نشوفوا المواجهات بين المنتخب المغربي والمنتخب الأمريكي. المغرب فاز في 3 المباريات وخسر مرة واحدة. نحددوا التواريخ. في 18 مارس 1992 كانت واحد الودية بين الفريقين، المغرب تفوق على أمريكا ب3-1. في 17 نوفمبر 1999 كانت واحد الودية بين المنتخبين، المغرب تفوق ب2-1. وكانت واحد المقابلة في 23 مايو 2006، المنتخب المغربي تفوق على المنتخب الأمريكي ب1-0. هذه ودية. في 1 يونيو 2022 المنتخب الأمريكي في 1 يونيو 2022 المنتخب الأمريكي تفوق على المنتخب المغربي ب3-0، وهذه هي الهزيمة اللي تلقاها المنتخب المغربي من المنتخب الأمريكي. في 2 أغسطس، تنقولوا غشت 2024 الفريق في الأولمبياد أقل من 23. في ربع النهائي تلاقى المغرب مع المنتخب الأمريكي، وتمكن المغرب باش يغلبوا بواحد الهزيمة ساحقة 4-0. شكون اللي مارك هاد الأهداف هادو؟ في الدقيقة 29 ماركا سفيان رحيمي، في الدقيقة 63 ماركا إلياس خوماش، في الدقيقة 70 ماركا أشرف حكيمي، موهوب مهدي ماركا في الدقيقة 90+1، وكانت ضربة جزاء. وهنا باش نعرفوا شنو كاين هنا، يعني راه كاينين هنا 4 ديال الهزائم ديال المنتخب الأمريكي مقابل هزيمة للمنتخب المغربي. من بين الأسباب اللي تتخلي اللاعب المغربي تتميز بالتفوق هو أن اللاعب المغربي تيلعب الآخر ثانية، تيلعب تحت الضغط العالي، عنده قوة ذهنية، تيثق بالنفس ديالو وما تيخاف من حتى شي منتخب. ولكن الدفو ديال أمريكا، المنتخب الأمريكي ديما تيطيح في الضغط، خصوصا قدام المنتخب المغربي. علاش؟ لأنهم عارفين بأن التاريخ ضدهم. وخصكم تعرفوا بأن أسلوب اللعب المغربي كيقلق المنتخب الأمريكي، حيت أمريكا كتلعب بشكل مباشر وسريع، والمغرب كيواجههم بواحد التكتيك ديال الذكاء والمرونة، لأن حنا اللاعبين ديالنا مهاريين سريعين، كيغيروا الإيقاع، كيعرفوا يشدوا كرة ويحافظوا عليها. وخصكم تعرفوا الأصدقاء بأن اللاعب المغربي تكوينه أوروبي مغاربي، عقلية أوروبية إفريقية، وهذا المزيج راه خطير. علاش؟ تتلعب تكتيك أوروبي، الروح ديال شمال إفريقيا، الذكاء والمهارة، والضغط تيعرفوا يتعاملوا معه بواحد الطريقة خطيرة للغاية. ولكن اللاعب الأمريكي غالبا من تيجي من أكاديميات محلية، وهاد الأكاديميات المحلية أقل خبرة بالمواجهات القارية. ونقدر نقول لكم الآن بأن المغرب رسميا ولا الكابوس ديال المنتخب الأمريكي في عالم الكرة. وهذا الشيء راه ماشي صدفة، راه المغرب عنده تاريخ ديال التفوق، عنده نتائج باينة واضحة، عنده شخصية قوية، والتكوين ديالو ولف دابا التكرار ديال الفوز في أكثر من فئة. وهكاك باش دابا اش قال الإعلام الأمريكي اش قال لك بأن المغرب
ولا قوة كروية ناضجة، وأمريكا ما زالت تتعلم، باقي تتعلم. وهذه راه شهادة كبيرة من الصحف الأمريكية ولا الإعلام الأمريكي. اشهد يا تاريخ، اشهد. وما نساوش طبعا الهزيمة المدوية للمنتخب الأمريكي في 2024 في الأولمبياد، وفي ربع النهائي مقابلة حاسمة تمكن المغرب من التفوق على أمريكا ب4 ديال الأهداف، ماشي 1 ماشي 2 ماشي 3 ماشي 4، 4 ديال الأهداف. رحيمي، حكيمي، أخماش، موهوب. يعني هذه بقات في التاريخ لا تنسى، وما عمر المنتخب الأمريكي ينساه. أنا بغيت نسولكم واحد السؤال، واش انتم متفقين معي بأن المغرب كابوس للمنتخب الأمريكي؟ والماتشات المقبلة، المقابلات المقبلة مع هذا المنتخب هذا، واش غادي يحافظ المنتخب المغربي على هذا التفوق؟ جاوبوني في التعاليق. شكرا على المشاهدة. اشتركوا في القناة، شاركوا الفيديو مع الأصدقاء، وما تنساوش التعاليق واللايكات. شكرا جزيلا على المشاهدة.